أحيانا إذا جعلت نفسك مثل اللي فيه تقوقعت وشعرت أن هذه المصيبة ما لها مخرج أو أنها تكاد تكون مستحيلة أو صعبة، زادت المشكلة عليك. تأكد أن كل مشكلة ولها حل، تأكد أن كل محنة في طياتها منحة، تأكد أن هذا الابتلاء ولا هذا الهم ولا هذا الحزن قدره الله عليك قبل ما تخلق، قبل ما تكون يعني شيئا مذكورا على هذه الدنيا. هذا يطمئنك. ايش اللي يخليك تطمن لما او مثلا الطفل الصغير اليوم لما ترميه فوق لعبة، ايش اللي يخليه مطمئن ويفرح ويضحك وانت قاعد ترفع او ترمي باحيانا الرمي الخفيف هذا على فوق؟ طمأنينته وثقة هذا الطفل الصغير انك مسيطر وانك تستطيع انك تمسكه وما يقع. المؤمن ولله المثل الأعلى على يقين تام أن الله جل وعلا ما يقدر شرا محضا، يعني ما في شر كامل، لأنه قال جل وعلا: عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإذا آمنت بالله، وهذا من أركان الإيمان بالله وملائكته ورسله إلى أن قال وبالقدر خيره وشره، إذا آمنت واستقر هذا في قلبك تطمنت وعرفت أن الله جل وعلا أرحم بك من نفسك. وبقول لك كلمة واحدة: لو قدر للعبد أن يكتب القدر بنفسه ما اختار إلا ما قدره الله عليه. فتطمن ولا تحزن وافعل الأسباب.